العراقي. بس احكي لي عن معلومه هسه ذكرتها، قلت لي انه المنتخب الوطني او البعثه قاعده تشاهد طبعا الجماهير الان. شوف منين حصلت على هذه المعلومه؟ ويا منو يعني تواصلت؟ متواصلين بشكل كبير مع يعني الوفد الاداري مع الوفد الاعلامي للمنتخب. كل اللاعبين في الصوره يرون تماما انه العدد المتواجد في قطر من الجماهير جاء ليس للفسحه ولا للنزهه، جاء ليساند من اجل يعني خطف لقب اسيا وتحقيق انجاز 2007 مره اخرى. لذلك هذا جزء من التحفيز النفسي، الكادر التدريبي والكادر الاداري وحتى بعثه المنتخب الوطني العراقي تقصدت تعمدت في ان تضع اللاعبين بالاجواء من خلال مشاهده اللاعبين لما يعني ما يحدث في سوق واقف. حقيقه سوى ضجه حتى على مستوى يعني العرب واسيا ليس في قطر. الان من تنذكر بطوله اسيا في قطر ينذكر الجمهور العراقي من حيث لا نشعر. على الرغم من كثير من الدول العربيه قريبه يعني جغرافيا على قطر لم يحضر جمهور بهذا العدد، وقلت لك واعيد لك اياها مره اخرى بعد انتهاء الامتحانات راح يتضاعف. راح بالمناسبه هو اليوم العدد. وصلت اعداد كبيره للدوحه من اجل مباراه الغد. بالضبط، اكثر من رحله اليوم وصلت الى قطر. بالضبط. شوف اقول لك قضيه، الدعم الجماهيري والاعلامي والحكومي، الدعم النفسي للاعبين يعني راح يكون حافز كبير لتحقيق اللقب. رغم انه الاخوان في 2007 يعني انحرموا من الكثير، حرموا من عدم وجود جمهور، حرموا من الدعم الحكومي، حرموا حتى من الدعم الاعلامي. الان الاعلام مسلط بشكل ايجابي على مسيره المنتخب، بالتالي هذه الامور كلها ادفانتج تحققت للاعبين، ويمكن لو متحققه ب 2007 كل ما تحقق الان يمكن يعني ولا لعبه نتعادل.